ازيكم؟ جاهزين نحل مسألة جديدة ونفكر بطريقة المبرمجين؟ يلا نبدأ مع تحدي مينيمم بيتزا ونشوف الحل خطوة خطوة. طيب، عندنا مسألة جديدة اسمها مينيمم بيتزا. طيب، بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي each pizza consists of 4 slices. في بيتزا أو كل بيتزا أو أي بيتزا بتشتريها بتتكون من 4 slices، من 4 قطع. تمام، انا لما بحب اتريق عليها كده عشان بحب اهزر بقول عليها 4 سلايسات. تمام تمام. بيقول لي بعد كده، بيقول لي there are n friends and each friend need exactly x slices. يعني في مجموعة من الصحاب، معرفش هما ايه، هما معرفش عددهم، يعني هما n، يعني integer. وكل شخص او كل صديق من الاصدقاء دول عايزين بالظبط x من السلايس. برضو الاكس ده integer، احنا معرفش هو ايه. ماشي. فبيقول لي يبقى احنا كده عندنا نوت. انا طبعا مجهزه لكم نوت جاهزه كده كده اوريدي، عشان يعني مش عايزه اضيع وقت. اول نوت عندنا ان عندنا البيتزا بتتكون من 4 slices، وعندنا الان بتساوي الفريند، وعندنا الاكس بتساوي السلايسز. كده احنا خلصنا النوت اصلا. تمام تمام. بيقول لي بعد كده ايه؟ بيقول لي find the minimum number of pizza they should order to satisfy their appetite. يعني هو عايزنا نشوف عدد البيتزا اللي المفروض الصحاب دول هيشتروها. تمام تمام. بعد كده بيقول لي في الانبوت فورميت ايه؟ بيقول لي ان الفيرست لاين بيتكون من تي، وان السكند لاين بقى هيتكون من الان والاكس. فيلا بينا بقى نكتب الحاجات دي عشان نخلص منها، عشان احنا اتعودنا على كده خلاص. تمام، يلا بينا. A few moments later. تمام كده خلصنا الحاجات السهلة بتاعتنا اللي احنا ايه عارفينها. ماشي. بيقول لي بقى الاوتبوت فورميت ايه؟ for each test case output the minimum number of the pizza required. برضه هو عايزنا نطلع عدد البيتزا اللي المفروض الطلاب دول هيشتروها او الاصدقاء دول يشتروها. ندخل على السيمبل. بيقول لي ايه بقى في السيمبل؟ بيقول لي اول حاجه الفور، ده عدد التست كيس او عدد المرات اللي هتتكرر. اما ال1 وال5 فخلينا هنا بقى نعرف مين ال1 ومين ال5. اولا ال1 ده عدد الاصدقاء، عدد الصحاب، هو واحد بس. والخمسة دول عدد السلايسز، احنا قلنا الاكس دي بتساوي ايه؟ بتساوي السلايسز. فالبيتزا في الفايف دي عدد السلايسز. تمام ماشي. خلينا نشتغل كده على انتجر، او على يعني انتجر واحد بس. ماشي. هنشتغل سوري، قصدي على تيست كيس واحدة، وهي أول واحدة. أنا هنمشي عليها، ونمشي بقى بقية الخطوات على نفس الخطوة دي. طيب، يلا بينا يلا بينا. أول حاجة احنا عندنا 1 person وعندنا 5 slices، فكم من البيتزا؟ وطلع لي قصادها 2، يعني طلع لي بيتزتين. تمام ماشي. بس هو عايز 5 slices. ماشي، لو رجعنا فوق كده هنا في النوت او فوق في المسألة، هو طلب مني ايه؟ طلب مني 4 سوري. هو قال ايه؟ قال لي ان البيتزاية الواحدة بتساوي 4 slices، او فيها بتتكون من 4 slices، يعني فيها 4 قطع. من البيتزا فيها 4 قطع، يبقى ازاي هياخد 5 قطع والبيتزا كده كده فيها 4 قطع؟ يبقى هياخد بيتزتين. طب ماشي، هو مش عايز بيتزتين، هو عايز 5 قطع. يعني ياخد البيتزتين وياخد من البيتزا التانية قطعة ويرمي الباقي؟ أكيد لأ. طيب دلوقتي بقى، هل هنا بقى، أنا بحب أعمل بقى كده، فهل هنا بقى البيتزا هتبقى قد إيه بقى؟ يا ترى البيتزا دي بقى هتبقى قد إيه؟ ماشي. بداية كده، هو في انتجر، هو في الحقيقة هو في 2 انتجر هيتكتبوا، بس في انتجر هيبقى كده، في انتجر هيبقى كده، بس اكيد مش هقول لكم هو ايه دلوقتي غير لما نعرف اصلا. طيب ماشي. خلينا كده نطلع فوق كده نشوف حاجه كده
ممكن نكون خدناها سريعا بس ما ركزناش فيها قوي او ما اتكيناش عليها قوي. ايه هي؟ بيقول لي هنا، بيقول لي find the minimum number of pizza they should order to satisfy their appetite. يعني عايز يعرف الرقم او عدد البيتزاز اللي هم هيشتروها علشان ياكلوا ويشبعوا او عشان يشبعوا. يعني هل دلوقتي هنا بقى السؤال هنا، هل هو واحد اللي بيشتري ولا مجموعة اللي بتشتري؟ لا، مجموعة اللي بتشتري. تمام، ماشي. وهو قال لي في الاوتبوت انه عايز يعرف التوتال، او عايز يعرف يعني المجموع بتاع البيتزا، او ال المجموع اللي هيطلع يعني، وهنعرف كام بيتزاية المفروض الشخص ده ياخدها. صح؟ صح. يبقى احنا عندنا توتال، يبقى اول انتجر كده عندنا توتال. خلينا نكتبها اهو، هننزل هنا كده ونكتب انتجر توتال. ماشي، هنقف على كده؟ لا، هنعمل ايكوال. طيب ماشي، التوتال بقى ايه؟ ايه هو بقى التوتال؟ انا دلوقتي عايزه اعرف النمبر، انا عايزه دلوقتي اعرف عدد سوري، عدد ال1 دي، وعدد ال5 اللي هي عدد الشخص او البيرسون، وعدد أنا دلوقتي انا مش مشكلتي دلوقتي اعرف كم حد اللي هياخد. انا دلوقتي انا عايزه اعرف هو هياخد كام بتزاية. دلوقتي انا عايزه احسب ال5 دي هتطلع لي كام بتزاية. هو قال لي انها هتطلع 2، بس هو مش عايز 2، هو عايز واحدة بس. طب ماشي، ايه الحل؟ الحل دلوقتي ان احنا نعمل الان كده في البداية كده، ان ملتبلاي، ثانية واحدة، ان ملتبلاي الايه، الاكس. مين الان ومين الاكس؟ احنا نسينا ولا ايه؟ ما قلنا الان دي اللي هي بتساوي الصحاب او الفريندز او البيرسونز يعني، او الشخص ده. وقلنا الاكس اللي هي بتساوي العدد السلايسز بتاعت البيتزا الموجودة يعني، او اللي عايزها. ماشي كده، احنا خلصنا من اول انت، فاضل انتجر تاني. طب ايه هي بقى الانتجر التانية؟ الانتجر التانية بقى انا عايزه اعرف دلوقتي بقى العدد البيتزا اللي المفروض هم هيشتروها. انا برضو لسه ما فهمتش هي، انا مش فاهمه يعني، برضو هو عايز مني ايه يعني، ايه برضو يعني، ها، مش فاهمه. طب خلينا نشوف، نفتح النوت باد بتاعتنا كده ونبدا بقى نكتب بقى الخلطبيطه بتاعتنا اللي بنعملها. اولا، في شخص عايز 5 بيتزات، عايز 5 سلايسز، عايز 5. وقلنا ان البيتزاية الواحدة بتساوي 4 سلايسز. ماشي، يبقى انا المفروض اعمل ايه؟ هل ينفع ان انا اعمل 5 مثلا ديفايد 4؟ ينفع، بس هتطلع برقم، في رقم ديسيمال هيطلع في الاخر، في حاجه فيها ديسيمال. يعني اولا كده احنا هنعمل ال5، يعني انت عايز تقول ان انت عايز تعمل الاكس اللي هي ال5 دي، انت عايز تعملها ديفايدد ال4. ما عنديش مشكله وصح ومتفقه معاك، بس برضو مش دي النهايه. بس خلينا نجرب نعمل كده ونشوف ممكن ايه اللي يحصل. يعني نعمل كده، نعمل كده. طب هنعمل ايه؟ هنعمل انتجر اهو بالشكل ده، انتجر، ونعمل مثلا نسمي الانتجر بيتزا، بما ان احنا عايزين نعرف عدد البيتزا اللي هو عايزها. ونعمل ايكوال ان الاكس زي ما انت قلت كده ديفايدد 4، ونعمل الانتجر. والمفروض ان في طبعا سي اوت، ده لازم سي اوت بتعمل في اي وقت اصلا لما بنيجي نعمل انتجر جديد، ان السي اوت بيتزا، مش التوتال بقى، البيتزا ان ذا لاين، وخلاص. طيب ماشي، يلا نعمل رن. احنا خسرانين حاجه؟ لا. ايه اللي حصل هنا؟ طلع لي 1 ايه ده بقى؟ يعني ايه يعني ده؟ ما انت قلت له، انت هو عنده حق، انت قلت له اعمل لي الاول الان ملتبلاي الاكس، وبعد ما انت، لا، هو انت اصلا ما قلتلوش يعملها، انت مجرد خزنتها بس ما قلتلوش يعملها. المفروض بقى يبدا ينفذ. هو اصلا كانه شاف الان والاكس دي، كانه ما شافهاش، كانها بالنسبه له جاربج او تراش. احنا بنقول عليها كده جاربج او تراش. هي الجاربج بيبقى جواها تراش، زباله من الاخر، سوري يعني في اللفظ. تمام، يعني هو كانه ما شافهاش خالص، بس احنا ما اكدنالوش ان هو يشوفها. طيب
فعشان كده هو عمل ايه؟ هو عمل زي ما انت طلبت منه، انت قلت له اعمل لي الاكس اللي هي دي divided الفور، هو عمل كده. فطبعا احنا قلنا ان مثلا الفايف والفور هتطلع لنا مثلا فيها رقم ديسيمال يعني، بس مش لازم نعرف هو ايه، والسكس كذلك، والثري برضو كذلك، والفايف برضو التاني كذلك. طيب ماشي، دلوقتي ايه بقى الحل؟ الحل في حاجة واحدة بس. اولا انا متفقة معاك انك هتعمل فيها، انت هتعمل هنا ديفايد، وانا مش هقول اكتر من كده لان انت صح. ماشي، بس برضو انا عايزة اعرف هو هياخد كام. برضو هم طلعلي ماشي، هو مطلعليش برضو الاوتبوت الصح. طيب في حاجة كده، في اولا كده في حاجة ناقصة. ايه هي بقى الحاجة الناقصة؟ اولا احنا هنشيل الاكس دي، هنشيلها، هنشيلها الاكس دي، انا مش عايزاها. ماشي، ودلوقتي احنا قلت لك ايه؟ دلوقتي قلت لك ان انا عايزاه يشوف التوتال، لانه احنا قلنا ان هو شافها على انها garbage، زي ما قلنا شايفها تراش، حاجه اصلا ملهاش وجود، لان احنا لان احنا ما عملناهاش حاجه يعني، ما قلناش اصلا، مش خزناها له في حاجه تانية مثلا، او مش قلنا له ان هو يطبقها. لا، هو اصلا ما شافهاش، بالنسبه له تراش. ماشي، يبقى هعمل كده جوه، هعمل كده براكت وهكتب جوه التوتال. ماشي، بعدين هتعمل ايه بقى تاني؟ هعمل توتا كده وبس وخلاص يعني ولا ايه؟ لا، في حاجة طبعا كمان. طيب الحاجة الكمان دي هتتعمل بقى، هنطلعها ازاي؟ هي فاضل حاجة وحيدة بس والمسألة تكون كده انتهت. طيب ايه هي؟ خلينا نرجع تاني للنوت باد بتاعتنا، نعملها كده. انا دلوقتي عندي قلنا البيتزا، وانت قلت لي ان انت عايز تعملها ديفايدد، وانا متفقه انك هتعملها ديفايدد الفور وهتطلع صح، وانا متاكده انها هتطلع صح. هتعمل ديفايدد الفور. ليش معنى طيب ديفايدد الفور؟ او برضو انت احنا برضو انا لسه برضو انت مثلا مش فاهم هي جت الفور دي منين. لو طلعنا فوق في النوت او طلعنا فوق في المساله، قال ان البيتزايه بتتكون من فور سلايسز، يعني في اربع قطع. يعني البيتزايه الواحده او كل بيتزايه بتتكون من 4 قطع او 4 سلايسات. تمام، ماشي. يبقى انا هعملها ديفايدد الفور بناء على ان في بيتزايه فيها فور. طب وليه طلع لي 2؟ ما هو احنا قلنا ان هو عايز البيتزاية ويكون فيها 5 سلايسات. طب فيها سوري، يكون فيها 5 سلايسات. طب ثانية معلش، انا دلوقتي افتكرت حاجة مهمة جدا، ينفع اقولها لك؟ طبعا ينفع. انا دلوقتي انتي قلتي لي ان هو هياخد بيتزتين، بس البيتزاية التانية هو هياخد منها واحدة ويرمي الباقي، صح؟ صح، جميل. طب بقى ما ثانية واحدة، ما هو لو أخد واحدة ورمى الباقي هيتبقى 3. صح كده، هو ده الصح. أيوة برافو، أنت فعلا جبتها، أنت فعلا جبت المسألة، خلاص المسألة بالنسبة لك كده خلصت. أيوة فعلا، البيتزاية أنا قلت لك بتتكون منها 4، وقلت لك دلوقتي هو عايز واحدة منها بس، يعني هو عمل ماينس ال1 فطلعت له 3. فدلوقتي هو يعتبر خد بيتزيتين وجنبها واحدة كده يعني في السر. مش صح؟ هو خد كده بيتزيتين ورمى وما رماش الباقي، هو يعتبر خد بزاية واحدة وحط الواحدة دي جنبها في أي حتة، يعني مش مشكلة انت دلوقتي حطها فين. تمام، يبقى أنا المفروض دلوقتي هعمل التوتال بلس ولا ماينس؟ لا بلس. ولا ماينس؟ لا بلس. ماشي بلس، اهو سوري، بلس. خلينا نرجع كده سبيس شوية. بلس ال3. تمام كده، تمام كده، وخير وبركة قوي، واحنا خلاص كده اتحلت المسألة. يا لهوي، دي مسألة حلوة، ما فيش ما تقولش حاجة، المسألة جميلة جدا، بس محتاجة شوية تركيز بس، وتبقى المسألة تحفة. وخلاص حليناه، وطلع لي 2 اهي، وال3 اهي، وال3 اهي، وال4 اهي. خلاص خلصت المسألة. تمام كده، احنا خلصنا المسألة تماما، والمسألة كده خلصت، بس التحديات لسه قدامنا. لو استفدت من الفيديو بقى ما تنساش اللايك والاشتراك، واستعدوا للمسألة اللي جاية، وباي باي.